يا ترى ايه السر اللي يخلي واحدة تتعلق براجل وتخليها تحس انها مش هتقدر تعيش من غيره؟ طبعا هنا مش شكله ولا فلوسه، الراجل اللي عامل زي المغناطيس اللي لو ما شافتوش يوم بتحس بخوف وقلق وتفضل تسأل نفسها كتير، يا ترى انا زعلته، عملت ايه، كذا كذا وكل الحاجات دي. هتفهمي في المقطع ده شوية صفات في الراجل واللي بتخلي المرأة فعلا تتعلق بهذا الرجل. أول حاجة هنا الراجل اللي ما بيتفشخرش، الراجل يعني اللي ما بيبانش قدامها بإنه أسطورة وواو ما حصلش، اللي ثقته بنفسه مبنية من الأساس على قد إيه إن هو عارف قيمة نفسه كويس من غير ما يتكبر. فأكيد الواحدة بتحترم الراجل ده وبتحس فعلا إنه راجل ومش راجل هزو. حاجة كمان الراجل اللي بيسمعها من قلبه، مش بس اللي بيكلمها، لا، اللي بيسمعها حتى لو كانت بتقول حاجات تافهة بياخد كل اللي بتقوله على محمل الجد، وده بيخليها تحس إنها مهمة بالنسبة له وإن كل كلامها ده ما بيضيعش في الهوا. حاجة كمان الراجل اللي بيظهر ضعفه قدامها، مش الراجل بقى اللي بيبان إنه خارق وما بيغلطش أبدا، الراجل اللي لما يغلط يعترف ويقول آسف من غير أي كسوف أو خجل، اللي بتحس إنه إنسان فعلا. الراجل كمان اللي بيعمل لها كل شيء من غير ما تطلب، زي لما يفتكر حاجة قالتها من سنة فات. الحاجات البسيطة دي بتخليها تحس بإنه معاها فعلا. حاجة كمان الراجل اللي ما بيخونش، الواحدة اللي عارفة ومتأكدة كويس جدا بإن الراجل ده مهما تعرض لأي إغراء مستحيل إنه يهتز، مش راجل بيلعب على الوينجين، وده بقى بيخليها تطمئن جدا وتعرف إن مفيش حد هيقدر ياخد الراجل ده منها. الراجل كمان اللي بيحترم أسرارها وخصوصيتها، ما بيجيبش سيرتها قدام الناس بأي سوء ولا بيفضح أسرارها، ولكن بيكون أمين على أسرارها حتى لو اتعصبت أو زعلت منه. الواحدة في اللحظة دي بتحس إن كرامتها في إيد أمينة فعلا، وإنه راجل فعلا عمره ما هيضيعها. الراجل بقى اللي المرأة بتتعلق بيه بجد مش بالضرورة أبدا إن يكون شكله حلو ومعاه فلوس كتيرة جدا، إنما الراجل اللي بيحسسها بالأمان وإنها فعلا قدام راجل حقيقي مش مجرد شخص عايش معاها والسلام. وزي ما قالوا قبل كده، المرأة لا تتعلق بمن يحبها، إنما تتعلق بمن يحبها، بمن يجعلها تحب نفسها وهي بجواره.